السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاوزين بقى نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. هنعمل بقى النهاردة زي ما انتم شايفين حلاوة مولد النبي. احنا بنعملها كنوع من الاحتفال في اليوم العظيم ده. فتعالوا بقى نعمل شوية سمسمية وشوية فولية يجننوا، هشة وطعمهم حرفيا يجنن، مش هتفرقوهم عن بره خالص. طريقة سهلة وبسيطة وقرمشة. يعني انا مش عايزه اقول لكم القرمشه عامله ازاي، حاجه كده يا جماعه تجنن وطبعا هشه. وكمان ممكن اقول لكم ازاي تقللوا السكر بتاعها لمرضى السكر. حرفيا كده يجنن. شايفين الفوليه عامله ازاي؟ حتى شايفين القرمشه بتاعتها؟ حاجه كده يا جماعه تجنن من غير بقى اي افتكاسات او مكونات من كوكب اخر. فيلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا على بركه الله. اول حاجه بقى بنعملها خالص ان احنا بنحط كل حاجه معانا بالزيت. لازم نحط زيت كويس جدا. احنا في المرحله ديت مهم ان احنا نغلف قبل ما نبدا كل حاجه بالزيت. انا عايزه اقول لكم ان انا هعمله مرتين بالزيت، يعني المره الاولانيه اللي معاكم ديت وهعملها مره بزيت. اي حاجه هستخدمها لازم تكون محطوطه زيت من كل الاتجاهات. زي ما انتم شايفين دي الحاجات اللي انا هستخدمها، فاحط فيها زيت في كل حته، حتى على الجوانب، يعني مش تحت بس، لا على الجوانب من كل حته لازم اغلفها بالزيت كويس جدا. بعد بقى ما اغلفها بزيت كويس جدا هبدأ في اول حاجة السمسمية. انا معايا كيلو من السمسم، بسم الله ما شاء الله هو كويس. السمسم بيدي كتير يعني. فانا معايا كيلو من السمسم، المفروض احنا بنحطه على النار يتحمص او بندخله الفرن. انا الاسهل بالنسبه لي ان انا ادخله الفرن، فدخلته الفرن. معايا بقى كوبايتين من السكر ونص كوبايه من الميه. المقادير دي مظبوطه جدا يا جماعه، يعني مش محتاجه. ومعايا كمان عسل كلوكوز، والعسل الكلوكوز مهم جدا. انا بالنسبه لي عسل الكلوكوز هو اصلا الاساسي. هنبدأ بقى نحطه كله في الكسرولة او الطاسة اللي معايا او اي حاجة تستخدموا فيها. ننزل في المية في النص، ننزل المية لازم تكون في النص عشان السكر اللي معايا ما يسكرش. وهبدأ انزل بمعلقة من العسل الكلوكوز، معلقة كبيرة كده ومعلقة كويسة. ممكن كمان نزود معلقة، مفيش مشكلة على فكرة، هو عادي. يعني بس ما نزودش عن اكتر من معلقتين، يعني الكيلو ممكن ياخد من معلقة لمعلقتين. هطلعه بقى على نار، على نار متوسطة. في الاول كده اول ما يغلي بقلبه، يعني اول ما يبدأ يغلي كده بقلبه من النص، وتقليب بسيط وهادي. ما تقلبوش جامد او تقلبه بسرعة عشان ما يسكرش منكم. يعني ما تقلبوش على اساس ان هو مثلا يقوم عامل على الحروف، لا. بسيط خالص وهادي، نفضل نقلب فيه ونسيبه بقى يغلي. بنسيب السكر والشربات اللي معانا يتكرمل شوية بشوية كده. زي ما انتم شايفين، وعشان ما يسكرش مننا برضو بنحط عليه نص عصير ليمونة. ما ينفعش نستغنى عنها. هبدأ اوريكم بقى دي تجربة بقى ازاي الشربات اللي معانا بدأ يكون كويس. بيكون معايا مية ساقعة جدا، وابدأ اخد كتلة كده، شايفين دايبة لسه دايبة وسايحة خالص، يبقى كده لأ، كده ما ظبطش معايا. اول بقى ما لونه ياخد اللون البني ويبدأ يبدأ يجمد ويتكسر معانا كده تمام. هبدأ احط عليه بقى ربع معلقة من البيكربوناتو. وفي الحتة دي يا جماعة نحاول على قد ما نقدر نشتغل بسرعة. بعد ما حطينا الكربوناتو بنقفل وبنقلب وبنبدأ بقى ننزله على السمسمية اللي معانا. بتكون السمسم اللي معانا سخن، يعني يكون لسه طالع من الفرن. زي ما انا قلت لكم ممكن تحمصوه عادي على النار، بس انا حمصته في الفرن كان بالنسبه لي اسهل. بقلبه بقى مع بعضه. والحته دي عايزه سرعه شويه. برضو المعلقه اللي معايا، برضو المعلقه الخشب برضو بتكون معموله من الزيت. ممكن نستخدم ايدينا، بس في الحته دي بتبقى سخنه قوي، فبلاش نستخدم ايدينا، يعني الافضل ما نستخدمش ايدينا. انا بقى هبدا اقلبه كويس، واجيب بقى الصينيه اللي معايا او اي حاجه احط فيها، بدهنها طبقه تانية من الزيت. ممكن في الحته دي احط بلاستيك او كيس حراري، وادهنه برضو من الزيت. بس عادي لو مش متاح عندنا بنستخدمه عادي، مفيش اي حاجه، ما بيلزقش في الصينيه خالص، ما تقلقوش. هبدا انزل بيها وابدا افردها بقى. والحته دي برضو زي ما أنا قلت لكم هي عايزه سرعه، هي مش سرعه كبيره قوي. السمسمية بتبقى هادية شوية، بعرف افردها براحتي. اما الفولية ممكن كنت لازم البس كيس او جلافز عشان الفولية بتبقى سخنة قوي. فهبدأ بقى افردها كويس، لازم افردها كويس قوي، بحاول ما اخليش السمك بتاعها تخين. بحاول اخلي السمك بتاعها رفيع وفي نفس الوقت مش رفيع قوي ولا تخين قوي. تمام. وهبدأ بعد ما افردها، يعني بعد دقيقتين كده ببدأ على طول اقطعها التقطيعة اللي انا عايزاها. انا بدأت اقطعها بالقطاعة. ما تسيبوهاش تجمد يا جماعة، عشان لو جمدت مش تعرفوا تقطعوها. لازم يعني ايه، او بصي على طول بعد ما تفرديها تبدأي تقطعيها على طول، مش لازم تسيبيها. انا بسم الله ما شاء الله هي عملت صينيتين. دي بقى دي برضو الصينية التانية هبدأ برضو اقطعها بعد ما قطعت الاولانية. هبدأ اقطعها واحاول برضو انزل لتحت، يعني انا بقطعها بنزل لتحت، شوفي عشان دي ك-
قعدت شوية عن التانية فتحسي بصعوبة وانتي بتقطعيها. وحاولوا على قد ما تقدروا زي ما انا قلتلكوا انكم تنزلوا القطاعة لتحت خالص، يعني تجيب الصينية نفسها، تجيب ارضية الصينية. هسيبهم بقى على جنب ربع ساعة. هدخل بقى في تاني حاجة. الفولية نفس المقادير برضو ما بتختلفش خالص. ممكن السمسمية لو عايزة تزودي مفيش مشكلة. برضو كوبايتين من السكر عليهم نص كوباية من المية، والمية بحطها في النص اهم حاجة، وبحط عليهم معلقة عسل كلوكوز. عسل الكلوكوز على فكرة متوفر جدا ومش غالي، رخيص جدا. يعني لو انتي بقى البديل بتاعها معلقتين من العسل النحل، بس انا بستلطف عسل الكلوكوز اكتر يعني. هبدأ برضو اطلعه على النار، وزي ما انتم شايفين بقلبه من النص، بقلبه من النص يا جماعة، بلاش اقلبه من جنب كده، او اقلبه سريع عشان ما يسكرش مننا. عشان برضو ما يسكرش مننا هحط عليه نص عصرة ليمون. الخطوات دي مهمة، انا هعملها معاكم تاني برضو يعني بالتفصيل، بس مش بالتفصيل قوي طبعا زي السمسمية، بس هحاول. طبعا بقى بعد ما وصلت للون اللي انا عايزاه هبدأ احط عليه ربع معلقة من الكربوناتو. البيكربوناتو برضو متوفرة، والبيكربوناتو ديت هي اللي بتخليه هش وطري. هبدأ انزله برضو على الفول اللي معايا، السوداني اللي معايا سوري، وابدأ اقلبه. بصوا بقى في الحتة دي السوداني بيمسك بسرعة قوي، فدي بقى اللي هتعوز سرعة، يعني مش شكل السمسمية. حتى انتوا هتلاحظوا ان هو مسكت بسرعة قوي، فانتوا هتحاولوا بقى بقدر امكانكم انكم تسرعوا فيها. هبدأ اقلبه كويس، اجيب برضو اللي انا حاجة اللي انا احط فيها. زي ما قلت لكم مش لازم كيس حراري، مش لازم كيس خالص. لو انت عايزة كيس حطي كيس مفيش مشكلة، هو كده كده الاتنين عادي. ببدأ مخدتش طبعا الكمية كلها هنا. كانت حتة برضو يا جماعة، كانت دي غلطة مني ان انا يعني وانا بفرد خليت السمك بتاعها تخين، يعني عشان كانت سخنة قوي فما كنتش عارفة افردها قوي، فالسمك بتاعها كان تخين. فعشان كده انا بقول لكم حاولوا على قد ما تقدروا تخلوا السمك بتاعها رفيع، بلاش السمك بتاعها يكون تقيل. كانت سخنة جدا، وحاسبوا برضو على ايديكوا عشان هي كانت سخنة جدا، فانا كنت بحاول بقى بقدر امكاني ان انا افردها باي حاجة بقى. ممكن تفرديها بالنشابة، بس تحاولوا برضو ما تفردوهاش بايديكوا لانها زي ما انا قلتلكوا سخنة جدا. هحاول برضو على قد ما اقدر افردها. وبعد ما فردتها برضو هبدأ اقطعها زي ما انتم شايفين، وما سيبهاش خالص، هبدأ اقطعها على طول عشان تاخد وقت. وبرضو لازم الادوات اللي معايا كلها تكون معمولة بالزيت. مهم جدا يا جماعة ان يكون الادوات اللي معانا كلها متغلفة من الزيت كويس، لانها لو مش متغلفة من الزيت هتبدأ الكراميل يلزق فيها، فدي حاجة مهمة. هبدأ برضو اقطعها زي ما انتم شايفين، قطعوها بالشكل اللي انتوا عايزينه بالكمية اللي انتوا عايزينها. دي كانت الفولية اللي ياخد واحدة يقوم بها بالواجب. سبتها ربع ساعة بقى. بصوا شايفين بتتكسر ازاي. انا حقيقي كنت نفسي هنا اوريكم قد ايه هي يعني بتقرمش لما نضربها في بعض كده، تحس بالقرمشة في نفس متماسكة وفي نفس الوقت هشة. بصوا هي، شوفوا هي تخينة زي ما انا قلتلكوا، حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا ترفعوها. تحفة يا جماعة بجد. لو التجربة الأولى ليكي هتنفع معاكي خالص، المقادير مظبوطة بمعنى كلمة مظبوطة، تضرب وفي نفس الوقت أي حد يقدر ياكلها. ممكن بقى عايزة اقول لكم ان السمسمية تنفع جدا لمرضى السكر، لان السكر بتاعها خفيف، انا ما زودتش السكر بتاعها. بصوا متماسكة، وفي نفس الوقت لما تضغطي عليها بتتقسم منك عادي ومفيش اي مشكلة خالص، وسكرها مظبوط وكل حاجة مظبوطة، متماسكة ما بتفكش. لو بتفك منك يبقى كده المقدار بتاعك مش مظبوط، فانتي حاولي على قد ما تقدري تمشي على المقدار بالظبط. حاولوا على قد ما تقدري، حتى مفيش كراميل لازق فيها خالص من تحت، لا الكراميل مظبوط، حاجة كده في منتهى الجمال. انا بحاول بقدر امكاني ان انا اوريكم حتى لو التصوير مش باين فيه، بس هي بجد يا جماعة كان تحفة، وكل ده يعني شكر فيها. لو عجبكم الفيديو بقى متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.